بقى ليه سموا البراد براد؟ يعني البراد دي جايه من كلمه تبريد، ليه اتسمى براد؟ الموضوع مش ان هو مجرد اسم وخلاص، لان البراد فعلا بيبرد، لكن الغلاي او السخان ده بيسخن. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ لازم تعرفوا الفرق عشان وانتوا بتشتروا تبقوا فاهمين انتوا بتشتروا ايه، ما تشتروش وخلاص، وما تشتروش كمالة عدد، وما تشتروش عشان الناس بتشتري. لازم تبقوا فاهمين، ودي وظيفتنا ان احنا نفهمكم ايه الموضوع ده. اهم حاجه بقى قبل ما نقول الفيديو ده، اتمنى الناس تعمل لايك وتعمل مشاركه للفيديو ده عشان خاطر غيركم يستفاد ويعرف قبل ما يشتري. ليه سموا البراد براد؟ انا اقول لكم. زمان بقى خالص، ايام ما كانش في كاتل، كان بيتعمل حاجه اسمها سخان او غلاي، وكان بيتعمل حاجه براد. كان هو ده بقى السخان او الغلاي. طبعا دي اشكاله الجديده واشكاله المتطوره، لان خلاص الفكره اتنست وبقت حط على النار وبقت يتقدم فيه. لكن لا، هو ده السخان وهو ده الغلاي. ده بقى منه شكل، ونازل منه الشكل الاستانلس، ونازل منه اشكال كتير تانية جدا، لدرجه ان هم نزلوا البورسلين منه براد ومنه سخان او غلاي. ايه بقى وظيفته؟ وظيفته ان هو كان بيتعمل ساده خالص، وكان بيتحط على النار يغلي الميه او يغلي الشاي او يغلي الحاجه اللي احنا بنشربها. لكن البراد كان زمان بيتعمل من الخزف، او بيتعمل من البايركس، او بيتعمل من الفخار باشكال تحفه. ليه بقى؟ علشان خاطر يشيلوا الحاجات اللي هي المغليه دي ويحطوها جوه البراد، والبراد يتقدم للضيوف ويتحط على السفره او يتحط على الحاجه اللي احنا بنقدمها للضيوف، وكان بيتصب منه اثناء التقديم يعني. فكان في نفس الوقت بيبقى شكله حلو جدا، وكان الهدف الثاني ان الحاجه كانت تبرد فيه شويه، ان هي ما تبقاش خارجه من على النار مباشر. فكان الموضوع كان منسق وكان اجمل. طبعا التكنولوجيا والكتيلات بوظت لنا كل الافكار دي، بوظت لنا كل العادات وكل الحاجات الجميله دي. لكن احنا لو رجعنا هنرجع للبراد، فهو هدف، يعني مش مجرد ان هو براد وخلاص، لا ده كانت حاجات بتدل عن الخير فعلا. ففي فرق كبير جدا اللي انا قلته ما بين البراد وما بين الغلاي او اللي بيستخدم على النار. واتمنى ان الناس انها ترجع لاستخدامات البرادات تاني. اي نعم انا عارف ان الكاتل بقى اسرع واحسن ومفيش وقت وان احنا بنختصر، لكن بجد الموضوع مختلف. طعم الشاي ذات نفسه، لو في ناس بتجرب وبتدوق هتلاقي طعم الشاي مختلف. يعني كل حاجه بتبقى مختلفه. فاتمنى ان انتوا تجربوا البرادات. طبعا البرادات نازل منها حاجات كتير جدا، نازل جرانيت، نازل بورسلين، نازل ستانلس بكل اشكاله، نازل ستانلس اللي هو الالوان اللي هي الحاجات اللي زي كده بايركس. كل الالوان وكل الاشكال وكل حاجه بقت متعدده لكل الاذواق، لان هو فكره عمرها ما هتنتهي. اتمنى بقى لو انتم موافقين على كلامي والكلام ده جديد، ان انتم تعملوا لايك وتعملوا مشاركه للفيديو ده عشان خاطر غيركم يستفاد ويعرف ايه الفرق ما بين البراد وما بين الكاتل. تعالوا بقى اتفضلوا اشربوا معايا شويه شاي، اعملهم على الكاتل مش على البراد. شكرا.